السلام عليكم متابعين قناة شهوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم جدول أسبوع كامل لوجبات الغداء نزولا عن الطلب ديالكم. وجبات الغداء فيها الريحة ديال الجدوات ديالنا وديال الأمهات ديالنا. دائما كنقول لكم كندمجوا ما بين الأصالة والمعاصرة، ما كنساوش وليداتنا، كنديروا وصفات عصرية، وطبيعة الحال ما خصناش ننساو الوصفات التقليدية اللي تربينا بها واللي فيها الريحة ديال العائلة وفيها الريحة ديال المغربيات ديالنا. الجدول ديال اليوم بسيط ساهل وفيه ريحه اللذه والبنه خارجه من الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو بغيتوا المزيد من الاقتراحات، ما عليكم غير توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات هكا باش نعرفوا عجبكم. والا عندكم شي ملاحظات ولا عندكم شي انتقادات ولا اقتراحات خليوها لي في التعليق. ولكم مني كل الحب والتقدير على التشجيع ديالكم، على التعاليق الطيبه والراقيه اللي كتخليو لي. الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب. والاخوات اللي عاد شافوا القناه مرحبا بكم، وعلى بركه الله ندوزو مباشره لطريقه التحضير. واول وصفه غنشارك معكم هي القدره باللحم. سبق لي وشاركت معكم القدره بالدجاج البلدي، ودابا غادي نشاركها معكم باللحم واللوز. كناخذوا طنجره كنوضعوا فيها معلقه كبيره ديال الزبده ديال الماكله، وواحد شويه ديال السمن. على السمن ديروه على حسب الذوق، ولكن هو كيعطي واحد البنه زوينه. وضروري تكون الزبيده ديال الماكله باش كيجيكم المذاق زوين. هنا عندي جوج بصلات كبارين قطعوهم على شكل طولي، جوج بصلات كبار سواء بيضاء او الحمراء اللي عندكم. هنا تقريبا واحد المعلقه صغيره مع مراش ديال الثومه، او شي جوج فصوص ديال الثومه يكونوا كبارين محكوكين. هنا خديت الحيمه. الكميه ديال اللحم كتاخذوها على حسب الاستطاعه ديالكم، على حسب المتوفر. هذا الطبق هذا تقدروا تقدموه للضياف ديالكم، هذا طبق ديال الضيافه وتقدروا تقدموه ليكم. بالنسبه للحم استعملت انا الجهه ديال المذبح، يعني الجهه اللي كتكون قريبه للعنقره. تقدروا ديروا اللوحه او الملج. ضفت هنايا كما شفتوا المليحه، الخرقوم اللي هو الكركم، وغادي نضيف هنا سكينجبير. غادي نضيف هنا تقريبا واحد شويه نص معلقه مع مراش ديال البزار الابيض، واحد شويه ديال البزار الكحل. كما كتعرفوا البزار الابيض فيه واحد المذاق مميز، كيعطي واحد البنه لهاد الاطباق هادو اللي كيكونوا مثلا بحال الرفيسه، بحال هكا الدجاج او اللحم قدره، كيعطي واحد النكهه زوينه. هو الثمن ديالو مرتفع، ولكن في الطياب راه كيجي عجيب. كما شفتوا درت واحد شويه د الماء غير باش ما كتحرقناش العطريه، وكنغطيو على الطنجره ديالنا وكنخليو ديك اللحيمه تقلى. النار كتكون قل من المتوسطه. هنا درت واحد الفليفلات كيتشواو، راني راده عليهم البال، ومره تنحل على الطنجره وتنقلي ديك اللحيمه. ضروري من هذه المرحله هذه باش تجيكم الماكله ديالكم بنينه. بعد ما شويت الفليفلات درت انا واحد الطنجره فيها الماء كيغلي، غنحتاجو من بعد. وكنبقى هكا مقابله ديك اللحيمه كتقلى باش كتدخلها العطريه وكتبنن. ملي كنحس باللحيمه تقلات صافي ضفت هنا زلافه ديال اللوز مفسخ. اللوز كنديروه في ماء يكون مغلي، كنخليوه غير واحد شويه وتنفسخوه ونغسلوه نديروه نشوف واحد الشبيكه. الكميه ديال اللوز ديروا على حسب الذوق ديالكم نتوما، على حسب الامكانيات ديالكم. هو ضروري في الوصفه لان هذه القدره باللوز كيعطي واحد النكهه خاصه لهذا الطبق. يعني القدره اللوز ضروري يكون فيها اللوز، غير الكميه ديروها على حسب الامكانيات ديالكم. ضروري طيبوا الماكله ديالكم على النار اللي كتكون مهيله باش كتجيكم الماكله بنينه، وما تكثروش الماء في الطنجره. هنا ديك الطنجره درت فيها الماء كيغلي، ضفت لها شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت، وغادي نضيف هنا زلافه ديال الرز اللي كنت مرطباه في الماء. رطبته غسلته مزيان من ديك النشا اللي كيكون فيه، وعاد ضفته. بالنسبه لهذا الرز اللي ضفت دابا، هذا غير الرز ديال ديك الخنشه، هذا 5 كيلو بالعبار. هذاك الرز هو اللي استعملت. هنا غادي نحضر معكم التكتوكه. بالنسبه للتكتوكه الا بغيتو تجيكم بنينه لا هي لا الزعلوك، هذيك الفلفله منين تشويوها ما تغسلوهاش، غسلوها قبل ما تشويوها ومسحوها وعدلوها تشوى. ومنين تشويوها غير نقيوها. شوفوا معايا كنقيها وتنقطعها، ما تنغسلهاش هكا باش تجيكم بنينه ولذيذه. وهكا تقدروا ديروا لها مليحه وتشحروها هكا بزويته وديروها بحال الشكل ديال المقليه كتجي عجيبه، او تحضروا بها الزعلوك او التكتوكه. هذا السر باش تجيكم التكتوكه ديالكم والزعلوك بنين. ديك الفلفله ما خصهاش تغسل من بعد ما تشوى، غير كتقطعوها وتديروها في التكتوكه. ضروري نطلع على الرز بمجرد ما كيتسلق كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نطفي عليه، غادي نصفيه من هذا الماء هذا، وغادي نديروه في واحد الشبيكه يسقطر، وعاد نضيف ردو للطنجره. دابا غنحضر تكتوكه. خديت مقيله درت فيها شويه ديال زيت الزيتون، وعندي هنايا واحد مطيشه كبيره مقطعه. ضفت هنا الثومه محكوكه،
راه كلشي تبارك الله كيعرف يدير التكتوكه، غير قليل اللي كتجيه بنينه. هنا عندي المعدنوس مقطع رقيق، غادي نضيف شويه ديال المليحه، وغادي نضيف نص معلقه صغيره ديال التحميره، واحد شويه ديال الكمون، ما تكثروش الكمون، واحد المعلقه صغيره ديال المعجون ديال الفلفله الحلوه. هادو من التحضيرات الاوليه اللي كتنفعك هنا في الكوزينه. كنشحروا هاد المطيشه هذه حتى كتحمر مزيان وتنقص، يعني كتولي محمره وكتنقص في المقله، كيولي غير شويه. شوفوا معايا كتجيكم بحال الا معسله. هذا هو السر باش تجيكم ديك التكتوكه بنينه. ما خصش ديك المطيشه تبقى باينه وتبقى مازال بالما ديالها، لا خصها تنشف مزيان وتتعسل. عاد تنضيفوا لها الفليفله اللي بطبيعه الحال كنكونوا مقطعينها وموجدينها على جنب، او مثلا نضيفوا هذا الدنجال، غير الدنجال كنديروا في عوض المعدنوس، تنديروا القزبور. لا كنا غنديروا زعلوك كنديروا القزبور، هذا ما كان. وراه تكتوكه كتجيكم بنينه، كنشحروها غير شويه ما بين يدينا، وها هي واجده كتجي لذيذه وبنينه. وهذه من السلطات والمقبلات الدافئه الشهيره، يعني ضروري المائده المغربيه تلقاو فيها التكتوكه، تلقاو فيها سلطه ديال البصله ومطيشه. دابا غنطلع على الطنجره ديالي كما قلت لكم، النار مهيله باش تجيكم الماكله بنينه وتجيكم ديك المريقه ملبيه، حتى ديك اللذه كتدخل حتى اللحم لداخل. كما شفتوا معايا غادي نقلب دابا اللحيمه، غنشوفها واش طايبه. وراه من الريحه كتبان لكم اللحم طايبه. اللوز خصو يكون طايب، راه تنضيفوه مع اللحم. الا ما كانش طايب راه كيضر في المعده، خصو يكون طايب بحال الشكل ديال الحمص مثلا ملي تنديروه في الهرقمه، ولا ملي تنديروا في الحريره كتبركوا عليه كتلقاوه طايب. دابا بعد ما صفيت ديك الروز راني رديته للطنجره، غادي نضيف له هنا مريقه كما كتشوفوا معايا. هاد المريقه باش غادي تبن لنا شحال هادي. صراحه الام ديالي الله يعطيها صحيحتها وحتى جدتي اولا الله يرحمها كانوا كيديروا كموسه ديال الحياتي، كيعمروا فيها الروز وتيخشيوها في المريقه باش كيجي بنين اكثر. ولكن حيت انا ما متوفرش عندي ديك شي زيف هكا اللي غيصلح لي نديرو في المريقه، فدرتو في الطنجره بوحديتها. ما شحال هادي راه كانوا كيديروا كموسه فيها الرز وكيخشيوها في المريقه، وحتى في الهرقمه كيديروا كموسه فيها مثلا هذاك الزرع او الرز وتيديروها في الهرقمه باش كتجي كتشرب ديك المرقه. كما شفتوا كنضيفوا الكميه ديال المرقه اللي غتقدنا، من عاوتاني ما يجرناش ديك الرز وعمر بالمرقه. وضفت شويه ديال المعدنوس والقزبور مقطعين وصافي. ها هو الرز واجد اللي غنرافقوا به. هاد القدره ديال اللوز واللحم ضروري يكون معاها الرز. بالنسبه للمريقه خليها شي شويه غير تزيد تلبى، غير تزيد توقف، ماشي عاوتاني تتقلى وحتى تولي الزيت صافيه، لا حنا خصنا المريقه تكون ملبيه وخاتره. هادو هما المواصفات ديال المرقه ديال القدره، كتكون خاتره وملبيه في نفس الوقت، ما تكونش يعني فيها الزيت بزاف، زيت صافيه عليها. صافي غنخليها تزيد غير واحد شويه وغادي نطفي عليها. من بعد ما كتنقص فيها واحد شويه المريقه غادي نضيف لها هنايا شويه ديال القزبور مقطع. ضروري كنضيفوه هو اخر حاجه، هذه لمسه ضروريه في هذه الوصفه. ديك النكهه ديال القزبور مقطع طري اللي كتبقى لنا في الاخر كتعطي واحد البنه خاصه. يعني تنضيفوا القزبور صافي تنطفيو على الطنجره. بالنسبه للتقديم ديال الرز، اما كتاخذ واحد الجبانه تكون كبيره واحد شويه كعزيريه، ديروا عمروها بالرز ديروها في الوسط، وعاد ديروا اللحم مع الجناب، او ديروا اللحم في الوسط ومع الجناب ديروا زليفات هكا صغيورين ديروا فيهم الرز هكا باش كتاكلوا هكا المريقه وكتاخذوا حتى الرز بالمعلقه. هذه الصبه التقليديه، يعني باش تجي الصبه تقليديه صبيتها لكم في هذا الغطار ديال الطاوس. صراحه فاش كانت الصبه في الغطار ديال الطاوس كانت عندها قيمه وكانت عندها بنه خاصه صراحه. هذا الطبق هذا جد مميز، انا مأكده غادي تجربوه غيعجبكم بزاف. من الوصفات التقليديه واللي كانت كتمتاز به مدينه فاس بالاخص ومدينه مكناس، حتى هما كيمتازوا بالقدره اللي كتسمى القدره ديال اللوز الفاسيه، سواء بالدجاج البلدي او باللحم. غير اللحم كنديروا معاها الرز، وديال الدجاج تنديروها غير بوحدها، وكاين اللي تيدير الرز حتى مع الدجاج، يعني كل واحد وعلى حسب. وهنا غادي ندير غير شويه ديال داك اللوز من الفوق. وهكا هذا هو الشكل ديال الطبق. عرفتي واحد الريحه ديال البنه، واحد الريحه ديال تبغربيت، واحد الريحه ديال شنو نقول، كتشمي الريحه ديال جداتك، الريحه ديال ميمتك، الريحه ديال خالتك، عماماتك، ديال اللمه ديال المحبه، كل جها في هذا الطبق
هذا كي كنقولوا حنا هنا فاس بسلامتكم عليا. واحد الطبق جلديد بنين واللي كتوحم، الله يسمح لي منها. بالنسبه للتكتوكه راها لذيذه وبنينه بهذه الطريقه، كتجي ناشفه مقليه، ما فيها لا يدام، ما فيهاش ديك الماء ديال مطيشه. نتمنى حبيباتي الغاليات هذا الاقتراح يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه. سبق لي وشاركت معكم هذه القدره ديال اللوز ديال الدجاج البلدي، غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، وهذه ديال اللحم. الا عندكم شي طبق تقليدي قديم كتفكروه من ايامات جداتكم ولا من زمان، قولوه لي في التعاليق نحضروا معكم. دابا غندوز لطبق عصري. هنا عندي قريعه مقطعه، دنجال مقطع والبطاطا. بالنسبه للقرعه عندي 2 قرعات، الدنجال عندي حبه واحده كبيره، والبطاطا 2 حبات كبارين مقطعين بطبيعه الحال. البطاطا خصها تغسل مزيان، ديك النشا اللي تيكون فيها وتتقطر. لبس ديك الخضره بزيت الزيتون، نلبسها مزيان كتغلف كلها بالزيت. وغادي نضيف لها هنايا باش نكهها ونبننها، غادي نضيف لها شويه ديال العطريه المكسيكيه او العطريه ديال الدجاج مشوي او العطريه ديال الحوت اللي بغيتو. بالنسبه لهاد التوابل البنات اللي متبعيني راهم عارفين موجدهم على يدي، واللي عاد تلحقوا جداد هاد التوابل راهم مصاوبهم على يدي، كيطيحوا عليكم اقتصاديين وارخص بكثير من الجاهزين. بطبيعه الحال كتعرفوا شنو فيهم. كما شفتوا راني درت الملحه وكنخلط مزيان ديك الخضره حتى كتلبس بالتوابل وبالملحه، وغندخلها الفران تشوى. بغيتو تقليوها في الزيت قليوها، بغيتو تشويها في الفران او في الاير فراير كتجي هكاك احسن. بعد ما كتشوى غادي ناخذ هنا واحد جبانه وضعت فيها 4 ديال البيضات، وغادي نضيف تقريبا واحد ثلث كاس ديال الحليب. الا بغيتو ديروا في عوض الحليب الكريمه ديال الطياب ديروها، او ديروا نص علبه ديال الياغورت طبيعي. ضفت شويه ديال الملحه، شويه ديال بودره البصل، شويه ديال البودره ديال الثوم. غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود. تقدروا تضيفوا التوابل اللي كتعجبكم، تقدروا ديروا شويه الاعشاب منسمه على حسب الذوق ديالكم. كتخلطوا مزيان ديك البيض بالطراب يدوي او بميكسور، وكناخذوا ديك الخضاره من بعد ما كتشوى عاد فيها واحد الريحه زوينه. اما ديروا لها العطريه كما درت لها انا، نسموها باي عطريه كتعجبكم، او ديروا لها الاعشاب المنسمه، او ديروا غير شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار صافي. راه حتى كتجي بنينه ولذيذه. هي مشويه كتجي احسن من المقليه صراحه. المقليه كتجي معمره بالزيت، فمشويه كتجي صحيه اكثر. هذا الطبق الناس اللي متبعين حميه، يعني ما فيه لا لحوم لا حتى شي حاجه، ما فيه لا مقلي لا ما مقلي ما والو، يعني صحي ولذيذ. تقدروا تحضروه للغداء او تحضروه للعشاء. بالنسبه لك الخليط ديال البيض تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الطون، تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الزيتون مقطع، تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الفلافل مقطعين، تقدروا تزيدوا فيه المعدنوس، تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال لادان فيمي اللي بغيتوا، تقدروا ديروا شويه ديال الفرماج محكوك اللي عجبكم. تقدروا تخليو الوصفه هكا عاديه كطيح اقتصاديه، واهم حاجه انها صحيه. انا غنزيد غير شويه ديال الفلافل من الفوق غير من باب التزيين. كما كتعرفوا مع التصوير ضروري خص الوصفه يكون عندها واحد المنظر اللي زوين، حتى في التصوير كتبان زوينه. زدت واحد شويه ديال الفلافل، هذه اضافه اختياريه ماشي ضروريه. بغيتوا ديروا الجبن ديروه، انا كنقول لكم غير اقتراحات، وانتم تديروا داكشي اللي غيسلككم نتوما واللي غيناسب الذوق ديالكم. غادي ندخل دابا هذا الصينيه الفران، غنشعل النار من التحت ومن الفوق حتى كيطيب هذا الكراطه من التحت ويتحمر من الوجه ديالو، وكنخرجوا. بغيتو ديروه في الاير فراير، الا كان عندكم الملغي صغير ودخل لكم في الاير فراير، راه حتى في الاير فراير كيطيب وكيجي زوين. انا غنطيبو في الفرن الغازي. بالنسبه للفرن الكهربائي كتشعلوا العافيه من التحت حتى كيطيب هذا الكراطه من التحت، وعاد كتهبطوا تشعلوا عليه من الوجه يتحمر. دابا غنحضر واحد السلطه اللي خفيفه ظريفه. هذه سلطه صحيه الناس اللي متبعين حميه او اللي دايرين ريجيم او اللي كيفضلوا الوصفات الصحيه. وبيني وبينكم ضروري نهار هكا كناكلوا الحمى نهار خضيره، هي كنوعوا حتى المعده ديالنا كترتاح، وبطبيعه الحال حتى وليداتنا كيولفوا هاد السلطات وهاد الوصفات اللي كتكون فيها الخضره. كما شفتوا نهار درت فيه الحمى، ولا غد ليه درت خضيره. كتشرملي كلشي كتدخلي الفرن توجديها كشليطه وتمشي تقدري الشغال ديالك. بالنسبه للسلطه حتى تبغيو تقدموها في الطبله عاد ديروا لها لاصوص فينيغريت عاديه فيها شويه ديال العصير ديال الحامض، مليحه، شويه ديال البزار وشويه ديال الزيت. كتخلطوا كلشي مزيان، تخليو ديك القرعه على جنب. حتى تبغيو تحطوا الطبيله ديالكم عاد كديروا لاصوص فينيغريت للسلطه. وكانت هذه الغديوه ديالنا كما شفتوا بسيطه سهله ماهله اقتصاديه، تحضروها للغدا او العشاء. حتى كانوا الوليدات ديالكم كيتغداو في المدرسه هذا الكراطان هذا توجدوه لهم المدرسه، او ليكم نتوما هكا العمل ديروه اما في مول عائلي بحال هكا باش ما تكثروش عليكم الماعن، او ديروه هكا في مولات فر ديال كل واحد كديروا له لابار ديالو. نتمنى حبيباتي الغاليات هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وندوزو لاقتراح اخر اللي هو الدجاج مقلي غير في الطاجين.
غناخذ هنا واحد الطويجين غنوضع فيه زيت الزيتون. دائما الكميه كديروها على حسب الذوق ديالكم. عندي هنا 2 بصلات متوسطين مقطعين بهذا الشكل. وخديت هنا هاد الفوقاني ديال الفخذ. ملي كنشري الدجاج انا راكم كتعرفوني كنقسمو وكنحيد، كاين اللي كنحيد له الجلده وكاين اللي كنخلي له الجلده. بحال دابا هاد الفوقاني ديال الفخذ تنديرو في الطاجين او تنشويه في الفران فتنحيد له ديك الجلده. غضفت هنا الثومه، شويه ديال السمن حار، وغادي نضيف هنايا شويه ديال الملحه. الملح كيبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف هنا العطريه ديال الدجاج مدغمر. هذه حتى هي سبق لي وشاركتها معكم. هكا هاد العطريه حتى كيكونوا عندكم خلطين كيسهلوا عليكم يعني الخدمه. ما كتحتاجيش دير قراعي كاملين، كتجبدي غير وحده. غادي نضيف غير شويه د الماء، ماشي بزاف، شويه باش نخلطوا العطريه. كتعرفوني انا الطاجين راه ما تنديرش فيه الماء بتاتا، ديك الشويه غير باش كنخلطوا العطريه باش نشرملوا الدجاج. بغيتوا تاخذوا هكا واحد جبيبينه ديروا فيها الدجاج وتشرملوه وتخليوه على جنب، وتقطعوا البصله ديالكم ديروا الزويته وتخليوها فوق الطويجين حتى تبغيو طيبوا الدجاج عاد تحطوه فوق البصيله. ديروا هكا ما كنتوش مزروبين. انا مع التصوير دغيا زعما حاولت نسربي. صافي تنشحر ديك الدجاج على نار مهيله. النار خصها تكون مهيله باش يطلق لكم المريقه. الا جهدتوا النار ما يطلق لكمش المريقه. انا راه تنمشي ندور الشغال ديالي وتنجي عاد تنحرك، يعني تنمشي ندور شحال وعاد تنجي نحرك. النار مهيله. من بعد ما كيتقلى الدجاج مزيان ضفت هنا شويه ديال المعدنوس والقزبر مقطعين رقاقين، وغطيت عليه بهذا الورق ديال الطبخ باش يطيب لكم بسرعه، وخليته يطيب على خاطرو في ديك المريقه اللي طلق. راني ما ضفتش الماء، غير ديك شويه د الماء درت مع العطريه. الا بغيتوا الطاجين يجيكم بنين يعني ما ديروش فيه الماء باش تجيكم الماكله ديالكم لذيذه. هنا غادي نحضر معكم واحد زعلوك ديال الشيفلور. عندي مطيشه مقطعه، عندي قزبر مقطع رقيق، شويه ديال المزاود الحارين مقطعين رقاقين حمر والخضر، وشويه ديال الثومه. اللي ما كيبغيش الحار بطبيعه الحال ما يضيفش فلفله خضراء هكا ولا حمراء اللي عنده. كما شفتوا ضفت الكمون، ما تكثروش الكمون باش ما يمرركمش الزعلوك، والتحميره. وكنشحر هاد المطيشه هذه حتى كتعسل. شوفوا معايا وديك الفلفله تطيب. خديت هنا شويه ديال الشيفلور سلقته مع طريف ديال الحامض باش كيحيد منه ديك لي غاز اللي كيكونوا فيه. هنا عندي طريف ديال الحامض المصير مقطع رقيق غادي نضيفه. وكان هذا نشحر زعلوك على نار متوسطه. هذا الزعلوك ديال الشيفلور من الوصفات او المقبلات التقليديه القديمه اللي ضروري منها في الطبيله ديالنا. يعني ملي كيكون الموسم ديال الشيفلور ضروري من الزعلوك ديال الشيفلور. كيجي بنين بزاف الاخوات ما كيعجبهمش حيت يمكن ما كيصايبوهش مزيان. خصكم طيبوه مزيان ويكون مشرمل وواقف. شوفوا ما فيه لا يدام لا ما لا حتى شي حاجه، كيجي مقلب كيجي مزيون بزاف. غندوز دابا نصوطي واحد شويه ديال البطاطا. عندي مقله درت فيها شويه ديال الزيت، شويه ديال الثومه محكوكه. غادي نضيف القزبر والمعدنوس مقطعين رقاقين. ودائما الكميه ديال المعدنوس تكون غالبه، يعني ملي كنبغيو نصوطيو البطاطا. غادي نضيف هنايا شويه ديال الكمون، غادي نضيف شويه ديال البودره ديال الثوم، شويه ديال البودره ديال البصل، وغنضيف هنا قليل من ضفت شويه ديال البزار الابيض، وضفت واحد شويه ديال الخرقوم. الا كنتو غتصوتيو هاد البطاطا باش تقدموها مع الاطباق ديال المشاوي او ديال يعني كيكونوا ديال العرضات فبلا ما ديروا الخرقوم. ولكن الا كنتو غترافقوا بها الدجاج ديروا هاد الخرقوم باش كتجي بحال اللون ديال المريقه. خديت انا هاد البطيطه الصغيره، يا اما قشروها يا اما غسلوها مزيان وخليوها بالقشره ديالها اللي بغيتو نتوما. سلقتها مع المليحه او بخروها مع بالمليحه، وغادي نصوطيها في هاد الشرموله هذه. كما قلت لكم الا كنتو غادي ديروها فوق الدجاج ديروا لها شويه الخرقوم. الا كنتو غادي ديروها خضراء يعني صوتي ترافقوا بها المشاوي ديالكم فحيدوا الخرقوم. هنا من بعد ما كيتقلى الدجاج مزيان كما قلت لكم النار مهيله. انا صبته هو الاول ومشيت كندور الشغال ديالي وخليته كيطيب على المهل حتى كيتشرب المريقه. هذيك المريقه اللي كيطلق كيرجع يتشربها، وغير من المنظر راه تيبان لكم مقلي ومزيون. درت هنا واحد شويه ديال الزيتون متقوب بطبيعه الحال بعد ما غسلته. وهنايا غناخذ ديك البطيطه وغادي نوضعها فوق الدجاج. كيجي المنظر زوين والمذاق زوين. هذا الدجاج هذا دجاج جوج قايم، يعني جوج اقامات، اقامه ديال الدجاج والاقامه ديال البطاطا فيه جوج مذاقات زوينين بزاف. هذه الوصفه هذه وصفه فاسيه قديمه تقليديه كانت لاله الله يرحمها كديرها لنا، وحتى ملي كديرها كيجي مزيون بزاف. الا ما عندكمش بطاطا صغيره خذوا غير بطاطا كتكون هكا متوسطه وقسموها على 4، ديروها كتبخر مع مليحه او سلقوها وحاولوا ما امكن يعني ما تسلقوهاش فوق القياس، وكتصوطيوها وعاد كديروها فوق البطيطه. دائما خليو البطيطه بوحدها والطويجين بوحدو حتى تبغيو تقدموا عاد ديروا
فوق منه بغيتو تزينوا بشي حاجه اخرى من الفوق هكا شي د المعدنوس زينوا. كان هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا. عرفتي تيجي بنين ولذيذ بزاف. انا مأكده غتجربوه وغادي يعجبكم. بالنسبه للكميه ديال الدجاج راك بطبيعه الحال كديروها على حساب الامكانيات ديالكم، وكديروا الدجاج اللي بغيتو، اما ديروه في خض مكمول وديروا بحالي كما درت غديك الفوقاني، ولا ديروا له التحتاني ديال الفخيضات او الصدر اللي بغيتو نتوما. والزعلوك ديالنا ديال الشيف لور درت له هنا من الفوق شويه ديال المعدنوس حتى هو عرفتي تيجي بنين بزاف. انا مأكده غادي تجربوا هذه الوصفات وغتعجبكم بزاف. مره كنحاول نعش الذاكره ديالكم ونقترح عليكم بعض الوصفات اللي كيكونوا قدامين منسيين. نتمنى حبيباتي الغاليات هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، واذا عندكم شي اطباق يعني منسيه فايتين واكلينها كتعجبكم وبغيتو نشاركها معكم قولوها لي في التعاليق. ودابا ندوزو لاقتراح اخر. خديت هنا واحد 3 الحبات ديال البطاطا، يعني يكونوا كبارين واحد شويه. بطبيعه الحال كنقشروا البطاطا وكنقطعوها دوائر، حاولوا ما امكن يكون سمك واحد. كنغسلوها مزيان ديك النشا ونديروها تسقطر. من بعد درتها في الجبانه، ضفت عليها الثومه مقطعه، غير قطعتها. من الافضل تقطعوها كتجي باينه، كيجي المنظر ديالها زوين. ضفت المعدنوس مقطع، ضفت المليحه، وهنا غنضيف شويه ديال البزار الابيض. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره مع مراش ديال التحميره، وغادي نضيف هنايا كما غادي تشوفوا معايا واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال التحميره باش كتطلع لنا ديك اللون الزوين ديال الطاجين. وعندي هنا واحد 2 معالق كبار ديال الصلصه ديال الطماطم، او حكو حبه ديال مطيشه تكون كبيره تكون طايبه مزيان. هنا ديك شويه ديال لاصوص اللي بقى لي درت له شويه ديال الماء وبيه باش غنخلط ديك التتبيله. كما كتشوفوا معايا ما درت لا ماء لا حتى شي حاجه، غير ديك شويه د الماء باش خلطت ديك التتبيله اللي كان باقي لي. ديك لاصوص اللي كانت باقي لي في ديك الجبابينه درت لها شويه د الماء وخلطت بها التتبيله. كنشرملو مزيان ديك البطيطه كما كتشوفوا. ولا بغيتو تزيدوا شي خضره كتعجبكم مثلا بطاطا الحلوه شيف لور اللي يعجبكم ديروه. هنا خديت الطويجين غادي ندير لتحت في الطاجين. عندي واحد البصله كبيره قطعتها دوائر، ومطيشه قطعتها حتى هي حبه مطيشه كبيره قطعتها دوائر. هادو هما اللي غيطلقوا لنا المريقه وغيخليو البطاطا ما تحرقش وتلصق. ديك المطيشه وبصله غيتفاعلوا غيطلقوا لنا المرقه لهاد الطاجين، وفي نفس الوقت البطاطا ما غاديش تلصق لنا. كنستف البطيطه بهذا الشكل كما قلت لكم. تقدروا تزيدوا بطاطا حلوه، تقدروا ديروا بطاطا وخيزو، تقدروا ديروا بطاطا والشيفلور اللي يعجبكم، ديروا بالسباس اللي يعجبكم نتوما. يعني الخضيره ديروا على حسب شنو تيبغيو وليداتكم. من بعد ما تنستف ديك الخضيره وتنديك لاصوص اللي كيبقى لي نصها تنزيدو فوق البطيطه ونصها غنخليه على جنب. هنا غادي ندير زيت الزيتون، يعني الكميه على حسب الذوق ديالكم. غنغطي بالورق ديال الطبخ باش هاد البطيطه طيب لي بسرعه. هاد الطويجين يا اما ديروه في الفران يا اما ديروه في الطويجين هكا اللي كيعجبكم ماكله ديال الطاجين. وهذا الورق ديال الطبخ بالنسبه للبنات اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه راه كيسرع لكم العمليه ديال الطياب، يعني كيزمت لكم الخضيره دغيا كطيب وفي نفس الوقت كتطلق لكم المريقه. داك الشيء علاش ما كنضيفش الماء للطاجين، لان انا دائما كنقفل عليه بالورق ديال الطبخ. خلاص البنات اللي متبعيني راهم عارفين هذه القضيه وحتى هما ولاو كيديروها. ودائما السر ديال الطاجين ديالكم باش ما يطرطقش ديروا واحد الحديده كتباع عندي كيبيعوا الطواجن ديال الفخار وكتنقصوا النار على التالي. اولا كتحافظوا على الطاجين ديالكم، وثانيا تيطيب لكم على المهل وكيطلق المريقه ديالو. دابا غنحضر واحد السلطه خفيفه ظريفه. عندي هنايا لاريكو بطبيعه الحال راني سلقته مع شويه الملحه او بخروه مع شويه ديال الملحه. ضفت هنايا العصير ديال الحامض زويته والمعدنوس. هاد لاريكو محمض عرفتي راه تيجي زوين بزاف. وضفت شويه ديال البزار. هذا يبقى لكم حتى 3 ايام 4 ايام في الثلاجه. يعني مثلا نديروا كميه كثيره وكل مره هزوا منه شويه عرفتي مزيون وكيبغيوه الوليدات الصغار. كيجي المذاق ديالو محمض تيجي زوين بزاف. وكل ما بقى في ديك التتبيله تيزيد يحمض وتيزيد يبنان. دابا غنطلع على الطاجين. دائما ديك الماء اللي كيطلع اللي يكون لكم فوق الورق ديال الطبخ حاولوا ما امكن ما يهبط لكمش في الطاجين. كتهزوا الورق ديال الطبخ ديالكم غير بشويه. شوفوا معايا الطويجين كيطلق المريقه ديالو. دابا البطاطا منين كطيب يعني كنتكا كنلقاها طايبه صافي. غادي ناخذ هنا عندي كفيته مكوره. كانت عندي مكوره ناضيه. انا دائما كنتقدى في الاول الشهر ديك الكفيته تنشرملها. ما تنديرش فيها غير البصله، تندير فيها البصله يابسه تنشرملها وتنكور شويه وتنحربل شويه وخلاص. هذيك اللي غادي نحتاجها تنخليها بلا شرموله وتنكورها نديرها في واحد البلاطو حتى كتجمد وكنجمعها ونديرها في واحد العليبه. تنبدا نهز غير القياس اللي بغيت. دابا هذا القياس هذا هزيته درته في واحد ديك الصحن ودرته في الثلاجه وخليته حتى احتاجيته منين بغيت نطيبه. هكا كيسهل عليكم الخدمه. ما كتحتاجوش عاد تشرملوا الكفته وتكوروها. ما تيكونش شي مرات عندنا الوقت. غندوزها في ديك لاصوص اللي خليت وغادي نستفها هنا فوق البطيطه. تقدروا ديروا صدر ديال الدجاج تقطعوه حتى هو ديروه في ديك لاصوص وديروه فوق البطيطه، او كفيته ديال الحوت، او ديروا غير خضره بوحديتها راه حتى هكا كتجي زوينه.
هنا درت شويه ديال الفلفله الحاره خضراء وحمراء، درت شويه ديال المطيشه سوغيز هذه الصفراء وحمراء غير من باب تزيين وصافي كيعطي المنظر زوين. بغيتو ديروا شويه الزيتون هكا من الفوق اللي عجبكم ديروه، او ترشوا شاشه المعدنوس من الفوق اللي بغيتو. كنخلي الطويجين يتقلى على خاطره. هنا غنحضر واحد السلطه اخرى خفيفه ظريفه، شويه ديال مكور فيولي مقطع، شويه ديال الخيار، شويه ديال البصيله، مطيشه سوغيز ملونه، وشويه ديال الخس. شليضه خفيفه ظريفه ساهله كتقطعوها وتخليوها هكا على جنيب حتى تقرب الغدا، وعاد ديروا لها لاصوص فينيغريت وقدموها. درت شويه ديال الخل او العصير الحامض، زويته، شويه الفلفل الاسود او الفلفل البصل الابيض اللي بغيتو، غيزه ديال الملحه، وتنخلطوا السلطه ديالنا. دائما حتى تبغيو تقدموا السلطه ديالكم عاد خلطوها، ديروا لها تتبيله، ديروا لها لاصوص فينيغريت، هكا كتبقى محافظه على القيمه الغذائيه ديالها وما كترخاش وتطلق ديك السوائل، يعني ما كتبقاش مزيانه. ودائما ديروا الكميه ديال السلطه اللي غتاكلوا باش ما تبقاش تضيع، حيت ملي كتبقى صافي خصها ترمى. تنهز ديك المريقه اللي كتبقى لي اللي كتخرج لي بالطويجين، كنهزها نديرها فوق الكفيته من الفوق، واحد رشيشه ديال المعدنوس، وها هو الطويجين ديالنا واجد. كما كتعرفوا البطاطا تتشرب المرقه، فدائما خليو شويه د المريقه لان غادي تنشف لكم. يلا تطفيو على الطاجين سبحان الله اللي تيكون فيه البطاطا تتحطوه تلقاوه ما بقاتش فيه المرقه. دائما خليو شويه المرقه لان راه بمجرد ما غيبرد وتجيو تاكلوه غتلقاوه ناشف. شوفوا معايا نتوما، يلا بدا كيبرد صافي بدا كتشرب البطاطا وبدا كينشفوا سبحان الله. الطاجين كله يعني غير كتطفيو عليه تلقاوه نشف. وكانت هذه الغديوه ديالنا كما شفتوا، بسيطه خفيفه ظريفه ولذيذه وصحيه. اخوات اللي ما بغاوش الكفته ديروا صدر ديال الدجاج او ديروا غير الخضيره بوحديتها، راه حتى هي تجي بنينه تجي زوينه. اهم حاجه هي التقنيه باش توجدي الطويجين ديالك، كلشي تيجي لذيذ غير على حساب انت كيفاش كتخدمي وكيفاش كتعطري وكتبلي الماكله ديالك. شوفوا البطيطه كيفاش كتجي، شوفوا المنظر ديالها، عرفتي راها بنينه ولذيذه سواء بالكفيته ولا بلا كفيته. والله الا تجي لذيذه بزاف. انا الطاجين اللي طيبته راه تنذوقوا معاكم. ودابا غندوزو لاقتراح اخر. بزاف ديال الاخوات بزاف لقيتهم في التعاليق كيقولوا لي وصفات بالرز، فانا كل فيديو غندير لكم وصفه بالرز، يعني اقتراحات بالرز. عندي هنا طنجره درت فيها الماء خليته حتى غلا ودرت له شويه ديال الزيت ومليحه وضفت الرز، جوج زلايف ديال الرز. انا غنوريكم هذا الرز هذا في الاول في القدره استعملت رز ديال ديك الخنشاد 5 كيلو، هذاك هو اللي استعملت. هذا واحد الباكيه ديال الرز كنت خديته من طنجه، صراحه صدق زوين، كنت خديت بزاف ماشي غير وحده وصدق لي زوين بزاف. هذا هو لومبالاج ديالو، هو هذا اللي درت دابا في هاد الطنجره يطيب. عرفتي كيجي غزال حبه لختها يعني. هنا درت لكم وريتكم التصويره باش ديروا لها السكره الا بغيتو تشريوها، راه باكيه فيها كيلو غير الثمن راه ما عقلتش. كنت مشيت لطاجو كنت خديت بزاف ديال الباكيات وخلاص هذيك ديال 5 كيلو حتى هي كنشريها كتبقى لي شحال حتى هي كتصدق زوينه. درت ديك الرز يتسلق، غنخليه حتى كيتسلق، يعني ما تغسلوه ما والو، حنا راه غنغسلوه من بعد حتى كيتسلق نص سلقه ماشي سلقه كامله، غير نص سلقه صافي وغادي نطفيو عليه. شوفوا معايا يلا كيتسلق نص سلقه غادي نطفيو عليه. وشوفوا كيفاش كيجي معزول، راه واخا كيتسلق يطيب مزيان ما كيتعجن ما والو، يعني مجربه هذا الرز صدق غزال وزوين. غادي ناخذ دابا هذا الرز وغادي نصفيه ونغسلوه مزيان ونعاود نديرو فواحد الشبيكه ونخليه يستقطر. غادي ناخذ طنجره اخرى غادي نوضع فيها هنا الزبده ديال الماكله. خذوا الزبده ديال الماكله باش يجيكم المذاق زوين، تكون هكا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان او نص معلقه كبيره ديال الزبده ديال الماكله. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون وغادي نشحر ديك الرز اللي غسلت وخليته كيسقطر. كما قلت لكم ما غسلناش في الاول، ولكن من بعد غادي نغسلوه مزيان ونديروا فواحد الشبيكه حتى تسقطر مزيان، وعاد غادي نضيفوا لهاد الزبيده هذه والزويته اللي دوبت. بالنسبه للرز ما غنزيدوهش الملحه لان راه صافي سلقناه بالملحه، راه فيه الملحه ما غنحتاجوش نزيدوه الملحه. غنشحروه مزيان على نار اللي كتكون مرتفعه واحد شويه باش كيتلبس لنا بديك الزبيده وبديك الزويته، وراه تيجي حتى المذاق ديالو زوين وكتجي الحبه لختها. يلا كاين هكا كيتلبس مزيان صافي غادي نطفي عليه. غادي ناخذ طنجره اخرى غنوضع فيها شويه ديال زيت الزيتون وغادي نوضع فيها هاد الفوقاني ديال الفخيضات ديال الدجاج كما كتشوفوا معايا، بحال اللي غادي نشحرو ولا غنقليه في هاد الزيت هادي. ضروري غادي نرش واحد المليحه باش يجيكم هذا الدجاج بنين ولذيذ. ديروا نتوما الكميه ديال الدجاج اللي تناسبكم وديروا اما الفخذ مكمول يا اما نص دجاجه هكا مكموله او دجاجه مكموله اللي بغيتو. المهم ديروا على حسب الامكانيات ديالكم. انا دائما تنعطيكم الاقتراحات، انا ما تنفرضش عليكم شي حاجه.
كنحاولوا نشحروا مزيان الدجاج هكا في الزويته، عرفتي راه تيجي بنين هكا وكيجي لذيذ. بعد ما كيتشحر مزيان ضفت واحد البصيله صغيره محكوكه، شويه ديال الثومه، واحد الحبه ديال خيزو قطعتها مربعات، واحد طريف ديال الفلفل الحمراء حتى هو قطعته مربعات، واحد شويه ديال الجلبانه كانت عندي في المجمد. عندي هنايا المعدنوس مقطع رقيق، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال مركز ديال الطماطم، واحد نص معلقه ديال الخرقوم باش تعطينا ديك اللوين زوين، نص معلقه ديال السكينجبير، غادي نضيف واحد نص معلقه ديال البزار الابيض او البزار الكحل. لكن البزار الكحل ديروا غير شويه، ما ديروش نص معلقه. صافي هنا غادي نمرق، غادي نضيف الكاس الاول ديال الماء، غادي نضيف الكاس الثاني. يعني هانتوما شوفوا قياس هذا الغراف، شوفوا يعني نتوما عينكم ميزانكم تقريبا. هنا درت 3 ديال الغرارف ديال الماء. غادي نغطي على هذا الدجاج ونخليه كيطيب على نار اللي كتكون مرتفعه بطبيعه الحال. بهذه الطريقه الدجاج تيجي بنين، وحتى الرز ملي كطيبوه من بعد غادي يجيكم لذيذ وبنين بزاف. كنخليو هذا الدجاج حتى كيطيب. شوفوا معايا المريقه كيفاش كتجي، غير المنظر ديالها او الشكل ديالها تيبين لكم بان ديك الدجاج راه لذيذ وديك المريقه راها بنينه كتجي خاطره. بالنسبه للدجاج كما قلت لكم ديروا الكميه اللي تناسبكم، وما تخليوش يطيب حتى يخرج من العظم ديالو وما يبقاش المنظر ديالو زوين. صافي تيطيب صافي تنحيدو، ما نخليوش يفوت فيه طياب. غادي نزول ديك الفخيده الدجاج باش يبقاو شادين البنه ديال المريقه، وصافي تنحرك المريقه. كنتاكد بان كلشي في امان الله، يعني ما لاصقه ما والو. الخضره خلاص راها طايب، ديك خيزو وهذا والجلبانه والفلفله راهم طايبين. دابا الدجاج اما دخلوا الفران يتحمر بوحدو وديروا الرز هنا في هذه المريقه، واما ديروا الطريقه اللي غندير انا، غندير كلشي ندخلوا الفران هكا كيجي الرز بنين وكيجي زوين. غادي ناخذ هذا الرز كنوضعوه هنا في هذه الجبانه. شوفوا معايا الرز كيفاش كيجي حبه لختها، ما كيتلصق ما كيتعجن صراحه. والله الا زوين بزاف هذا الرز البنات، انا صراحه جربته عجبني بزاف. الا تصادفت معاه هنا في فاس كيتباع راني دابا نشريه. دابا نوري لهذاك السيد اللي كنتعامل معاه نوريه لومبالاج ديالو يجيبوا لي. كيجيب هذا الشيء ديال الطون وهذا الشيء ديال على برا، نوصيه عليه صراحه صدق زوين. حتى داك ديال 5 كيلو حتى هو زوين، غير هذا كيطيح الثمن شويه زايد عليه، ولكن صراحه الجوده ديالو احسن بكثير. هنا كنوضع ديك المريقه فوق الرز، كنخلط مزيان كما كتشوفوا معايا، وغادي نستف الدجاج وغندخل هذا الرز يزيد يكمل طياب، حيت حنا سلقناه غير طيبنا غير نص طيبه، يعني ما طابش طيبه كامله. غادي يزيد يكمل طيابه في الفران وغيتشرب لنا ديك لاصوص اللي درنا، يعني ديك المريقه اللي درنا. كنستف الدجاج من الفوق كنخليه باين باش ياخذ اللوين من الوجه، باش ما يتحرقناش الرز في الفران ويتحرق الوجه ديالو يبس. ضروري نغطيو ورق ديال الطبخ والورق ديال الالومنيوم، وغادي ندخلو الفران تقريبا واحد 20 دقيقه هكاك. صافي غادي نطفي عليه، غنشعل عليه غير من التحت على ما يتشرب الرز مزيان ويزيد يتنفخ، وعاد نجبدو نحل عليه من الوجه ديالو وندخلو يتحمر واحد شويه. بالنسبه للمول اما ديروا مول مربع كما درت انا، او ديروا هكا صينيه دائريه. ديروا المول الصينيه اللي غادي تقدموا في الطبله ديالكم، ما تحتاجوش عاد تحيدوا ولا كتبقاو تهزوا القياس ديالكم ديروا في الغطير حداكم. من بعد ما كيطيب الرز شوفوا معايا كيتنفخ صافي وكيتشرب لنا المريقه. دابا غادي ندخلو غير يتذهب اللون ديال ديك الفخيضات، ما تخليوش يتحمر بزاف تيبس لكم الرز من وجهه ويتحرق. غير ديك الفخيضات ياخذوا غير شويه اللوين ونجبدو من الفران. دابا غنحضر معكم واحد السلطه زوينه بزاف. عندي هنا بطاطا حلوه مسلوقه مع شويه د الملحه، عندي طريف ديال المكور الفيولي، وعندي هنايا واحد التفاحه مقطعه طريفات، يعني اي نوع ديال الفاكهه عندكم، يعني تفاح نقاص اللي بغيتو ديروا. حبه ديال الخيزو صغيره حكيتها في ديك الحكاكه الغليظه، شويه ديال الزبيب وشويه ديال الكركاع مهرمش، وواحد العلبه ديال ياغورت طبيعي بدون سكر. بغيتو ديروا بالسكر ديروه، بغيتو تخلطوا غير بالعسل خلطوا. هذه سلطه حلوه تتجي زوينه بزاف وصحيه. بغيتوها تكون صحيه اكثر فما غديروش الياغورت طبيعي، غديروا العسل البلديه. انا كنحاول نعطيكم البدائل. هاد السلطه راها مغذيه وزوينه بزاف. ملي تكون البطاطا الحلوه وقتها، خلاص البطاطا الحلوه راه كتكون على مدار العام. دابا ولات ديك الحمراء في اي وقت تلقاوها، في الصيف في البرد كتلقاوها كتباع، واستغلوها وديروا بها هاد السلطه مره نوعوا. كان هذا هو الشكل ديال بايلا ديال الرز والدجاج. عرفتي تتجي بنينه البنات. هذا الطبق هذا راه نزولا عن طلب الاخوات اللي بغاو الاقتراحات بالرز، ومازال ان شاء الله في كل فيديو غنعطيكم اقتراح بالرز هكا باش يعني نرضيو جميع الاذواق. تديروا هكا صينيه اللي تحطوها تقدروا تحطوها فوق الطبيله، وكتبداو تهزوا غير القياس
ديالكم ديروا في الطبق ديالكم مع الطريف ديال الدجاج. وهاد الوصفه هذه تقدروا تعطيوها للوليدات في المدرسه، راها زوينه بزاف، وتقدروا ديوها معكم حتى الخدمه لكم انتوما. شوفوا الروز كيفاش كيجي مفرك حبه لاختها، وعرفتي وكيجي بنين بزاف. دابا غنحضر معكم واحد الاكله اللي الا كنتي مزروبه بزاف ديريها. عندي هنايا القزبور والمعدنوس، والقزبور غالب على المعدنوس، ثومه محكوكه. غنحضر هنا شرموله ديال الحوت، ودائما كما كنقول لكم دائما الشرموله ديال الحوت القزبور كيكون غالب على المعدنوس. عندي واحد المعلقه صغيره ديال مركز ديال الطماطم، وغادي نضيف هنا طريف ديال الحامض المصير مقطع رقيق، المليحه اللي كتبقى على حساب الذوق، هذا معجون ديال الفلفله الحمراء الحلوه واحد المعلقه ونص، وشويه ديال الصلصه الحاره هذه اضافه اختياريه او الهريسه، شويه ديال الفلفل الاسود، الكمون، شويه ديال الخرقوم باش يطلع لنا ديك اللوين زوين. لا بغيتو ديروا شويه ديال التحميره ديروها. وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، وين غير زاد الماء. شتي شحال ضفت الماء؟ غير شويه ماشي بزاف، غير باش كنخلطوا الشرموله، لا غير يعني باش كيتخلطوا لنا التوابل. كنخلط مزيان هاد الشرموله هذه. وهنا عندي كيلو ديال السردين، بطبيعه الحال كنحيدوا له ديك الشوك اللي كيكون داخل ديك السنسور، وغنعمروا بالشرموله. شوفوا معايا، هادو الا كنتم مزروبين وبغيتوا طيبوا هكاك السردين بالبطاطا، ما بغيتوش ديروا لا في طاجين لا في الفران غيتعطل شويه، غادي ديروه في الكوكوط. عرفتي ما كاملاش 10 دقائق الغديوه ديالك كتكون واجده. دابا مثلا الا مشيتي تقديتي وجيتي، دابا انا مشيت تقديت وجيت، دخلت نيشان شرملت هذا الحوت درتو في الكوكوط، قفلت عليه دغيا الغديوه كانت واجده. وجدوها كشليضه خفيفه وهانتوما مغديين. قسمت ديك الشرموله على جوج، نص شرملت به السردين ونص غنشرمل به البطاطا. بالنسبه لهذا الحوت تقدروا ديروا في عوض السردين ديروا حوت اخر، غير السردين هو الحوت يعني الشعبي اللي كل شيء كيشريه وكل شيء كيديروا، فحنا تنتبعوا الاغلبيه. بعد ما تنشرمل ديك البطيطه هكا باش تجيني بنينه، خديت الطنجره ديال الضغط، ما درت فيها حتى شي حاجه. شوفوا معايا، غير مطيشه، درت واحد جوج حبات ديال المطيشه هما اللي غادي نديرهم في التحت ديال الطنجره. هاد المطيشه هي اللي غادي تطلق لي المرقه، وهي اللي غتخلي البطاطا ما غاديش تلصق. شفتوا هكا باش تجيكم البطيطه بنينه ولذيذه، ما غنديروا لا مال حتى شي حاجه، غير البطيطه مطيشه البطيطه والحوت فوق منها. كما قلت لكم لا بغيتوا تزيدوا خضيره اخرى مع البطيطه او تبدلوا، ديروش البطاطا، ديروا حاجه اخرى، خيزو مثلا اولا بطاطا حلوه اللي بغيتوا نتوما. تقدروا ديروا غير مطيشه فوق منها بصيله، وديروا الحوت من الفوق تيجي زوين. وديروا اي نوع ديال الحوت، سواء الفرخ سواء حوت هكا كبيره شويه او عزيريه هكا متوسطه، او ديروا السريدنات اللي بغيتوا، او ديروا حتى الكفته ديال السردين. ومن بعد غناخذ ديك السريدنات غنستفهم هكا من الفوق. هذه الا بغيتوا يعني تكونوا مزروبين وبغيتوا في 10 دقائق توجدوا طويجين ديال الحوت، بغيتوا ديروا في الطويجين الاخر يعني ديال الفخار، او ديروا في الصينيه ودخلوا الفران، لكم الاختيار. المهم هذه الغديوه اللي تنديروها النهار اللي تمشيو نتقداو، يعني نهار اللي تمشي انا للمارشي نتقدا، هذه الغدا اللي تندير يعني بالزربه. اما تكون طيبه الغدا وعاد تمشي نتقدا، تجيني الحال ساهل، تنجي تنغسل غير الخضيره ديالي وهذه. الا ما كنتش دايره مشهيه مثلا الحوت، كنجي كندير هكا طويجين ديال البطيطه وخلاص. كان عندي الوقت راني تنجلس نشرم الحوت وندير هكا في اير فراير ولا في الفران، ندخل صينيه هكا كبيره الفران الا كان عندي الوقت. دابا غادي ندير، درت الزيت، قفلت على الطنجره كما شفتوا، ما درت لا ما لا والو. غنوضعها فوق النار مهيله باش تطلق لكم مطيشه المرقه وما تحرق لكمش البطاطا، وفي نفس الوقت طيب لكم هي والسردين. خديت هنا شليضه فيها خيزو ولا ريكم مسلوقين مع شويه الملحه، مطيشه سوريز، الفجل، شويه ديال الضراب طبيعه الحال كنغسلوها نديروها تستقطر، معدنوس مقطع رقيق، شويه ديال الخل او العصير ديال الحامض، زويته، شويه ديال البزار الابيض ومليحه وصافي. يعني اللي حزت غير شويه على حسب مطيشه والفجل، اما الخيزو ولا ريكو راه فيهم المليحه. وهي الشليضه ديالنا واجده خفيفه ظريفه. ديك الخضيره كنت سالقاها حاطاها على جنب، غير جيت قطعت هكا شويه ديال الفجل. ملي كنتقدا ديك الخضيره كتكون عندي في الثلاجه قبل ما نستف الجديده، ديك القديمه خصني كلها نستهلكها. يعني ملي كنحط عليها الجديده كنخصني يكون الثلاجه خاويه، تكونش عندي خضره قديمه، فكنحاول يومين قبل ما نتقدا ديك الخضره اللي عندي قديمه نستهلكها كلها، باش كنجيب خضره جديده كنعمر بها الثلاجه، ما نخليش من القديمه. وقبل ما نتقدا راه ندير جرد للثلاجه، تنعرف شنو عندي وشنو ما عنديش. واش نتوما بحالي؟ شوفوا معايا، هي البطيطه طالقه المريقه ديالها صافي، ما غاديش نخليها لا تقلى لا والو، لي اصلا هذيك المريقه راها مقليه، يعني تطلقي شويه ما تطلقش بزاف. وبطاطا تشرب المرقه، الا خليناها غير شويه غنلقاوها نشفت صافي. غندوق غير المليحه واش هي هذيك، ونشوف الامور واش ناضيه، يعني الملحه مزيانه كلشي مزيان صافي. هي البطاطا ديالنا طايبه واجده، هذيك مزوده طرطقت، عرفتي جات البطاطا حاره بزاف.
كنت شريت هاد المزاود وما صدقوش حارين، وهذه سبحان الله وانا قلت صافي هادو ما حارينش غير غنديرها فوق البطاطا، وصدقت هذه حاره بزاف. هي الوحيده اللي خرجت حاره في ديك المزاود، هذيك اللي كانت باقيه درتها فوق هاد البطاطا عرفتي ما ردتها حاره كلها. المهم كليناها صراحه، حنا كيعجبنا شويه الحار يعني كناكله. ايوا صافي، هي البطيطه ديالنا غنحطها دابا في الطبق التقديم. عرفتي راه تجي بنينه وسهله في التحضير، كتجي لذيذه. دائما كما كنقول لكم كنقضيو بداك الشيء اللي عندنا. شي مرات راه كيكون عندنا الوقت كنجلسوا نزوقوا ونقادوا، وشي مرات كنكونوا مزروبين تنقضيو بداك الشيء اللي متوفر. هانتوما شوفوا معايا الطنجره يعني ما كتحرق، ما ولا غير واحد الشيء ديال المطيشه شويه لصقت في الجنيب وصافي. درت هنا شويه ديال الزيتون مهرس مصاوب ديال الدار، والغديوه ديالنا هي واجده كما كنقول لكم دائما. اللهم ادمها نعمه وحفظها من الزوال. كنحمد الله ونشكره على كل شيء، كنطلبوا غير الصحيحه والعافيه ليل ونهار، وكنطلبوا الستر يا ربي، سترنا دنيا واخره. نتمنى حبيباتي الغاليات هاد الاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم تكون عجبتكم، ويكون عجبكم هذا الجدول تقدروا تقداو عليه الخضره هكا باش تمشيو الاسبوع ديالكم. الا عندكم شي اقتراحات الوصفات كتعجبكم شاركها معكم قولوها لي. الا عندكم شي ملاحظات وانتقادات مرحبا بها قولوها لي. شكرا من القلب على الحب ديالكم، على الدعم ديالكم، على الكلام الطيب ديالكم. الله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. والا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك، مهم بزاف الفيديو. والاخوات الجدادين مرحبا بكم، فضلا وليس امرا. الا كان المحتوى كيعجبكم دعموا القناه بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفات اخرى بحول الله تعالى.